السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجمل الوصفات معايا. نتمنى لا فيديو يلقاكم بصحة جيدة يا رب وعواشركم مبروكة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا اللحم ديال القتبان اللي كيجيو فتين بواحد الطريقة سهلة. نتمنى أنكم تجربوها. بالنسبة للحم ديال القتبان فأنا هنايا عندي تقريبا 1 كيلو ديال اللحم ديال القتبان. من بعد ما قطعته حاولوا تقطعوه قطع اللي تكون كبيرة شوية باش ما يتحرقش معاكم. من بعد هنا غادي نضيف ليه تقريبا نصف كأس ديال الحليب ملي كيكون شايط عندنا واحد نص كأس كنكونوا كايله شاط عندنا وطرفناه. نرقدوا فيه هذا اللحم تقريبا واحد نصف ساعه ولا ساعه، كيعطي حتى هو اللحم واحد الطراوه. جربوه بهذه الطريقه هذه غادي يجيكم اللحم فتي ورطب. وغادي نضيف واحد الملعقه من واحد المكون اللي حتى هي كتساعد اللحم باش يجينا فتي. هنايا عندنا واحد البصله اللي غادي نحكها باش دوك القطبان ديالنا تلصق فيهم البصله. نتوما بغيتو تقردوها كل واحد يدير الطريقه اللي هو باغي. حاولوا اننا نحكوها في الحكاكه الغليظه، ما تحكوهاش في الحكاكه الرقيقه باش ما تطلقش لكم الماء. كذلك غادي نضيف المعدنوس اللي قطعته من قبل. ديروا واحد الكميه اللي لا باس بها، ما ديروش كميه اللي قليله باش يشد لكم في اللحم ديال القتبان ويبان ملي نكونوا كنطيبوه، يكون القزبر والمعدنوس اولا القزبر انا اللي ضفت يكون باين. كذلك غادي نضيفوا تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه. وبالنسبه للتوابل فدائما التوابل كتبقى على حسب الاختيار. انا هنايا ضفت ملعقه صغيره ديال البابريكا اللي هي التحميره، كذلك الخرقوم اللي هو الكركم يعني ملعقه صغيره، الابزار على حسب الذوق، والكمون كذلك. غادي نخلط هاد المكونات ديالي مزيان. وكذلك ما غاديش نضيف اللحم من قبل لانه كيخلي اسمحوا لي ما غاديش نضيف الملح من قبل لانه كيقصح اللحم. بالنسبه للملح فاللحم ديال الكسكاس ما تضيفوهش فيه من قبل، كيخلي لنا اللحم عاصي وكياخذ واحد الوقت طويل في الطهي، فديما خليو الملح هو الاخير. كذلك غادي نضيف واحد الملعقه اللي كتعطي لهذا اللحم واحد الهشاشه، ملعقه ديال الخل. من الافضل الى عندكم الحامض من الاحسن ملعقه ديال الحامض. انا ما كانش متوفر عندي الحامض فضفت ملعقه ديال الخل. غادي نخلي هاد المكونات ديالنا حتى كيتشربهم اللحم. تقريبا انا خليت واحد ثلث ساعه نصف ساعه على حسب. من بعد غادي نوضع هاد اللحم ديالي في القتبان. كيف ما قلت لكم دائما اللحم يكونوا طريفات شويه كبارين باش ما يتحرقش لينا ملي كنكونوا كنديروه فوق الفاخر. هاد الطريقه هذه صراحه كتعطي اللحم واحد الطراوه واحد الهشاشه، لانه دائما في كل عيد كنعانيو من اللحم كيكون شويه قاصح بالنسبه للوليدات الصغيورين ما كيقدروش عليه. فهاد الطريقه هذه عطاتو يعني واحد الهشاشه. وما غاديش تحتاجوا انكم تخليوه هاد القتبان هادو مرقدين مده اللي طويله. انا رقدتهم على ما تقريبا شعلت الفاخر وكان واجد عندي كل شيء. ودابا غادي ندوز باش غادي نطيبهم. وبالنسبه للقتبان فانتم كديروا الكميه اللي بغيتو صافي. من بعد ما غنكمل الكميه اللي عندي هنا، من بعد ما دزت نطيبهم فوق المجمر كنخليهم واحد 3 ديال الدقائق حتى كياخذوا واحد اللون وكنحسوا بهم انهم بداهم كيدخلهم الطياب. كنقلبوهم وكنخليو الملح هو الاخير حتى كيطيبوا لنا مزيان. هنا من بعد ما طابوا غادي نضيفوا لهم شويه ديال الملحه وكيكون هذا هو الشكل النهائي. كيكونوا هشاشين ورطبين. نتمنى انكم تجربوهم وإلا عجبوكم ما تنساونيش من واحد اللايك والاشتراك في القناه. فضل والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم.